ظلم كبير. مباراة الأهلي وإنبي هناك ظلم من الحكم سمير عثمان. ما بتهمش سمير عثمان أنه جامل النادي الأهلي، ولا أتهم حامل الراية أنه جامل النادي الأهلي، ولكن هناك أخطاء. مش غير في ماتشات الأهلي بس. ثانية واحدة بس يا مولانا. الأهلي بس. وأنتوا ثانية واحدة. المصري قبليها المصري، ده أنتوا غراب جدا. كل ماتش يوم الاسماعيلي ويوم الاتحاد ويوم المصري كده ما يقولوا لنا، مش عايزين نتكلم عن زمان يا جماعه الاهلي ياخد الدوري وخلاص. انا بتكلم اهو، نروح نلعب كوره ونروح ونيجي، وحسام حسن يروح وياخد معاه شيكابالا ويلعب ويتعب، وممدوح عباس يتعب قلبه ليه؟ طيب ونطلع عنا ليه؟ قول لي من الاول الاهلي ياخد الدوري خلاص. والاسماعيلي وانبي وكل الناس دي يجوا يقعدوا معانا على القهوه وانتهينا. هو انا النهارده مثلا نلعبها خماسيات مثلا، هو انت ايه؟ بص تتحامل وخلاص. انا بقول لك الحكم نلعب الدوري. انت لا اقول لك على حاجه الطف. ايه بقى؟ انتوا في 3 ماتشات ليكوا فزتوا فيهم، ما كانش ليكوا حق انكم تفوزوا، لا الاسماعيلي ولا الاتحاد هنلعب الغالب مستمر. وما قلناش انه في ظلم من الحكام ابدا، الاهلي ما قالش. وبعدين احنا كاعلاميين وصحفيين لازم نتخلى بصراحه، لان احنا عندنا مشكله. احنا كلنا هيحصل يوم هنكون كارثه في الانديه. عمرو لازم راجل عيب نتكلم بس ثانيه واحده. اسال الحكام دول بيشتغلوا فين؟ هو فرنسا صعدت كاس العالم بايه؟ اتكلم بقى. يا اخي ما حصلش. فرنسا صعدت ازاي؟ الحكام دول بيشتغلوا يا اخي وارد هناك لاعب كره قدم فيه اخطاء ما اتضح انه مش صحيح. انتوا بتدوروا على اي حاجه عشان تقولوا شماعه النادي الاهلي. الاهلي ليه علاقه بالحكام، والحكم لو اخطا لجنه الحكام والله زهقنا من التمثيليه دي خلاص بقى. عايزين تكسبوا خدوه وامشوا، خدوا الدرع بكره. هو الحكام المصريين اللي انتوا النهارده بتتكلموا على حكم اجنبي لماتشاتكم، مش هم اللي جابوكم من 13؟ هم اللي داروا ماتشات. محدش جاب. وانتم من 13 ل 2 هو اللي رفعنا. ايوه بحكم مصري. بحكم مصري بمجهوده. يعني مثلا ان شاء الله الحكم اللي كان بيحكم لك ده جاي منين؟ من نيكاراجوا. حسين ياسر حكم مصري. كابتن هو سمير محمود عثمان. شفت كابتن حسين ياسر محمدي؟ فرق عندكم. ايوه هو فرق. هم دول لعيبه كلها زي الفل. ما تتهموش حد، لكن انا بقول لك انه حدث مهم، مش مجامله للنادي الاهلي، لكن عايزين ما تفروش كتير عن الموضوع اللي هنتكلم فيه. 7 ماتشات جايين محتاجين حسم، لانه عشان الدوري ما يحصلش مشاكل بين الجمهور. متشكرين. خلينا مش بعيد عنه كتير يعني. بنسأل سؤال بسيط ساذج: ليه كل الناس المهمة لازم تبقى جوه الحزب الوطني؟ يعني ليه ما ينفعش رئيس جامعة مثلا يبقى في حزب الوفد او حزب التجمع؟ ليه لازم كلهم يبقوا جوه الحزب الوطني؟ يعني ليه؟ يعني هي مصر هي الحزب الوطني؟ الحزب الوطني حزب من الاحزاب، ساعات يكسب وساعات يكسب، يعني بيتغير. النهارده حزب وطني كسب، بكره حزب وطني كسب، في تغيير. ليه كل القيادات موجوده جوه الحزب الوطني؟ اغلب رؤساء تحرير الصحف ليه جوه الحزب الوطني؟ ده رئيس تحرير صحيفه قوميه مش حزبيه، ليه جوه الحزب الوطني؟ ليه عدد كبير من المذيعين اعضاء جوه الحزب الوطني؟ ليه عدد كبير من القيادات الاعلاميه في الحزب الوطني؟ ليه عدد كبير من القيادات الجامعيه في الحزب الوطني؟ ليه عدد كبير او اغلب رجال الاعمال جوه الحزب الوطني؟ ليه مفيش حد بره بالصدفه؟ يعني يبقى مثلا معيد او عميد كليه عين شمس كذا كذا مش في الحزب الوطني؟ ليه لازم يبقى جوه الحزب الوطني؟ هل هو قانون؟ هل هو اجبار؟ ليه ما يبقاش في حد من حته تانية؟ يعني طب ازاي دلوقتي؟ يعني ازاي يبقى في عداله في البلد لو انت جوه الحزب الوطني؟ لو في حاجه عاملها حكومه الحزب الوطني غلط، يعني هنتعامل معاك ازاي؟ ليه ما فيش حد تاني؟ يعني ليه ما فيش حاجه تانية زي النادي الاهلي كده؟ ليه مفيش حاجه تانية؟ ليه؟ يعني ليه مثلا عمري ما سمعت رئيس جامعه قياده في حزب الوفد او قياده في حزب التجمع؟ دكتور كبير حتى لازم يقعدوا في الحزب الوطني، رجل اعمال كبير الحزب الوطني، اي حد يكسب في اي حاجه، نقابه كبيره كده الحزب الوطني، قيادات نقابيه الحزب الوطني. طب ايه؟ طيب في ايه؟ مفيش حاجه تانية؟ يعني مفيش حد يجي الناحيه التانية؟ يعني ربنا يزيد ويبارك، هو حزب الاغلبيه وفيه 3 مليون عضو. انا ما بتكلمش على الاعضاء، انا بتكلم على الناس. ليه ما في
ليه اكبر مخابز في مصر اعضاء في الحزب الوطني؟ مخابز. الراجل اللي بيعمل العيش ده انت عديتهم في حصرتهم؟ الحزب الوطني حصرتهم؟ اكبرهم. لا 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 عارفهم عارف يعني، من عارف إيه؟ بتوع المكاتب. في الحزب كمان؟ الوطني. اقول لك الاكتر من كده، اكبر ناس بتشتغل في مطاعم في مصر في الحزب الوطني. ليه؟ حبا طبعا في الحزب الوطني، تمشيا مع مبادئ الحزب الوطني، حبا في النظام الديمقراطي بتاع الحزب الوطني، حبا في اللي عمله الحزب الوطني لمصر. اكيد الناس دي ما حدش داخل لمصلحه، يعني مفيش مثلا واحد في مخبز عايز شويه قمح زياده او شويه دي زياده، او واحد مثلا عنده حصه ما عندوش زودوا على الكارنيه الحصة. ويروح الاسم، لو جه حد قبض عليه يقول له اصل انا حزب وطني. انا نفسي ادخل الحزب الوطني. انا عامل الحلقه دي عشان تاخدوني الحزب الوطني. ده انا هنفع يا باشا، ده انا هقول كلام. والدكتور علي الدين الليل قال لي ابدا حلقه انت الوحيد. وكلمت اخويا ماجد الشربيني قلت له انا مصري وابويا مصري زي ما الست شيرين قالت، عايز استماره املاها وادخل الحزب الوطني. اي امانه، امانه يا دنيا، امانه، اي امانه. مش عايز اخش لجنه سياسات على طول، يعني مش مهم، استنى شويه. بعيد عنك، لو قربت بعيد عليك امانه السياسات. وانا بقول لك بعيد عليك امانه السياسات، ادخل اي امانه يا تانية. سيدي من سهر لا من اراد العلا سهر الليالي. لا 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 لا، امانه السياسات صعب يعني، بالراحه يعني. طب اخش امانه ايه؟ ابدا بالراحه، ابدا بالراحه وهكون يعني. اول الطائعين واخر العاصين. وعلى فكره بص يا عمرو، لا خليني قبل بس ما تنقل وكده. طبعا في ناس بتدخل الحزب بتستفيد من وجودها في الحزب الوطني. دي قله. كويس، ثانيه واحده بس، قله. ثانيه واحده. في ناس بتستفيد، دول ولكن قلة. في ناس ايضا لا تستفيد، بتدخل بتخدم بعينيها، داخله تخدم. يعني داخل الحزب هناك معارضين، يعني في اصلاحيين داخل طبعا اصلاحيين زي ايران. ثانيه واحده، لا ما تقعدش بس. اصلاحيين اسمعني، زي ايران. اسمعني. مش في اصلاحيين في ايران؟ هناك الدكتور حسام بدراوي، طبعا في الدكتور عبد المنعم سعيد. لو تسمع الكلام، انا كنت بتكلم مع بعض النهارده عدد من ليه رئيس مجلس اداره الاهرام، رئيس مجلس اداره الاهرام يبقى في الحزب الوطني؟ ثانيه واحده. ليه؟ هو كان قبل اصلا. ليه؟ قبل يعني هو موجود. هو كان رئيس مركز الدراسات. ليه يبقى في الحزب الوطني؟ ليه؟ وعضو مجلس شورى. ايوه ليه؟ خلي بالك الدكتور عبد المنعم سعيد ده من اول الناس اللي طلب رقابه دوليه على الانتخابات، وهو في اجتماعات امانه سياسات. ايوه طب وليه جوه؟ في ناس جوه الحزب ليه؟ ده مهم، انه مهم ان يبقى في حد. ليه؟ لا ليه السبب يعني؟ تساله. مين السبب؟ تسال اي حد ليه هو. لا انت رايك ليه هو جوه الحزب الوطني؟ انا قلت لك في ناس تخدم لو هي داخل الحزب. ايوه ناس يا اخي ده اغلبهم داخلين يخدموا البلد. ده انا ده انا هقول لك اكتر من كده. في ناس ثانيه قيادات، والله اغلبهم ورجال اعمال في الدوله كتير جدا في الاحزاب بعيد عن الحزب الوطني. زي مين؟ صلاح دياب مش رجل اعمال كبير جدا في مصر؟ صح. فين ثاني حزب؟ ده واحد. مين؟ عبد النور واحد. دكتور سيد البدوي واحد. في اي حته. لو انت بتتكلم برلسكوني ده مثلا بيشتغل في ايه وهو رئيس وزراء ايطاليا؟ برلسكوني في الحزب الوطني. كويس، كلهم في الحزب الوطني. الحزب الجمهوري لا ثانيه واحده. دكتور محمد معظم لا معظم. هو اشمعنى دلوقتي قررت تقارن ببره؟ لما كنت بقارن ببره في الفقره الاولى قلت لي انت بتقارن برضه ببره. لا ادي الامثله، ما تديش. دكتور محمد حسن الحفناوي امين المهنيين بالحزب الوطني، الراجل ده كان في حزب الوفد. كان في الوفد وراح الوطني برضه. الدكتور وحيد عبد المجيد وهو قياده في الاهرام، عضو في حزب الوفد. انور الهواري وهو رئيس تحرير في الكاتب الاهرام، الصحفي حزب الوفد. صلاح عيسى رئيس تحرير جريده مش عضو في الحزب الوطني. الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم. هيكون معانا حمد رزق وهو رئيس تحرير المصور، ليس عضوا في الحزب الوطني حتى الان. هو حر يعني ايه؟ حط كلمه بتحجر على رايه ليه؟ هو حر حتى الان. الراجل بقاله سنه رشيد وبالغ يقدر ياخد قرار وهو حر. بقاله سنه يشوف مصلحته. بقاله سنه. مصلحته. ماشي. مصلحته. حزب الوطني لمصلحتك. نطلع فاصل عام ونرجع تاني. فقره كبيره فقره الصحافه. استاذ عصام سلطان المحامي بالنقد في ضيافه زميلنا حمدي رزق اللي حتى الان مش في الحزب الوطني. مش عارف هم جايز ما خدوش بالهم او كده، ما هيروح يعني. لا عارفين، مختارين مخصوص حمدي. ماشي. فاصل اعلان ونرجع تاني. ابقوا معانا.